الأخطاء اللي شاهدناها اليوم، في بعض الأخطاء في الجوانب الدفاعية نوعا ما، في لكلكة نوعا ما لا مقلقة كانت لك أثناء المباراة. لا، لانه برونو يمكن اول مره يلعب مع عمر، يعني عمر لما حتى المباريات التجريبيه عمر كان في المنتخب وكان يلعب مع محمد عيد وعبد الله ماد، وهذا ما يعني ما هو متاقلم مع عمر، لكن مع المباريات ان شاء الله القادمه يكونوا متفاهمين. في أحاديث كثيرة حول موضوع جوميز. والله انا زي ما قلت لك في اشياء طلعت في احدى الصحف، واذا ويعني اتهامات وما اتهامات، لكن عندنا ان شاء الله في الاداره اذا راينا انه في قضيه نقدر نرفعها على الصحيفه او الصحفي بنرفعها. وسلم جوميز مبلغ كاش. والله شوف انا لا اعلق على هذا الموضوع، اذا تبغون تسالون الموضوع كامل عند الاخ سلمان القريني امين عام نادي النصر. طيب سمو الأمير، في موضوع آخر ما يخص محمد السهلاوي، في أيضا اليوم في إحدى الصحف نشر أنه محمد السهلاوي وأيضا زميله محمد بريك تلقوا يعني جرعات علاجية، نقدر نقول من مصادر غير موثوقة في المنتخب السعودي، أو نقدر نقول يعني علاج جديد. انا ما ابغى ادخل هاللعبه، اصلا بيان النادي الاهلي سمعت فيه ولا قريته ولا ابغى ادخل في هذا الموضوع كله. احنا نثق في اداره المنتخب ونثق في نثق في الجهاز الطبي في المنتخب، ولا ابغى ادخل في هذا الموضوع كله. في تنسيق كامل بين جهازنا الطبي وجهاز المنتخب، وان شاء الله يعني احنا نسخر كل جهود نادي النصر لاجل المنتخب والتاهل لكاس العالم. كابتن محمد السهلاوي يعني نقدر نقول علاج الجدول ماشي فيه سليم جدا طبيعي. محمد اصيب قبل المباراه يعني بيوم في العضله الخلفيه، اصابه عاديه يعني، وقاعد يتمرن هالحين يعني، لسه بيدخل شوي شوي، ان شاء الله يكون جاهز لمباريات المنتخب. طيب سمو الامير، في اجتماع اخير مع رئيس هيئه اعضاء الشرف صاحب سمو الملك الامير مشعل بن سعود، ابرز ما دار في هذا الاجتماع. الاجتماع ابدا قلنا لكم واصدرناه في البيان انه كنا نستعرض كل اللي صار، لان انا كنت خارج المملكه والاخ عبد الله العمراني كان خارج المملكه، فلما اجتمعنا رحنا لسيدي صاحب سمو الملك الامير مشعل بن سعود ووضعناه في ال يعني كل اللي صار في الفتره الاخيره من الاجتماع الى الان، اطلعنا على كل الامور اللي صارت. في بعض يعني الانباء في الفتره الاخيره حول النصر، وهناك مشاكل في النصر منها استقاله او اقاله زي ما يقال في البعض الحقباني. محمد عبده لما خذينا كاس ولي العهد، اسمعها زين، البدايه ممتازه والله، ما ذي تذكرها. ها لا لا لا، اغنيه في النصر اسمعها، فيها يا شاغل الناس وفيها شيء زي كذا، اسمعوها زين. نقدر نقول راح نسمع الايام الجايه، يعني نقدر نقول يعني احاديث ممكن تكون مغلوطه فقط لا لعرقله لا النصر. مغلوطه، احنا مشغلين الناس يعني، يمكن العام ما ننافس مشغلين العالم، والحين مشغلين الناس ودائما العالمي بيشغل الناس، بيشغل ناس كالدوري. قبل سنتين طلبت حكام اجانب في كل المباريات ويجيبنا الظاهر 13 او 14 حكم. اليوم التحكيم كان جيد نوعا ما، يعني لنا ضربة جزاء. أنا أقول لك يعني انتظرت شوي عشان قبل لا أطلع معكم أشوف كل الكور، الهدف هدف سليم 100%. كل اللاعبين كانوا قبل لا تلعب الكورة ما هم متسللين. البنالتي اللي يعتقدون انه بنالتي الاخوان في نادي القادسيه ما هو بنالتي، طاح اللاعب. عندنا بلنتي الايفان. ما نبغى نعلق على التحكيم كثير، ان شاء الله يتطور التحكيم السعودي، لكن احنا ما نقول ان ما نثق بالحكم السعودي، احنا نقول انه التاثيرات اللي على الحكم السعودي تصير من الاعلام تضر التحكيم السعودي، فالاجانب افضل. وانا ما عندي مشكله حكام اجانب طول الموسم، انا ما عندي مشكله، ماني بخاف، ماني بنهزم من الاجانب كثير. اسمه الامير، السؤال الاخير واعتذر على الاطاله، نايف هزاز يستبعد كعقوبه بالنسبه والله هذا لكم؟ الامر اسال المدرب، لا تدخلني في الامور الفنيه يعني بالضبط. امر فني مو اداري. لا، في يمكن احنا عاقبناه اداريا على اليومين اللي غابها، لكن في الاخير في امر فني وفي مدرب. اسمه الامير معلش، انت ذكرت في احدى القنوات انه لن يعاقب اللاعب بالاستبعاد، ممكن يكون هناك خصم. لا لا لا، لما ذكرت لو توضحها لنا ما بس. هو استبعاد مباراه، انا اقول استبعاد من النادي تماما لما ذكرتها في الام بي سي.